تيم، هذا متفق عليه، هذا متفق عليه. هو كرة ترجع للنادي الاهلي، ترجع الكرة مرة أخرى أهلاوية. السيد حمدي، السيد حمدي خطيرة جدا، السيد حمدي والهدف الأول، والهدف الأول النادي الأهلي عن طريق ناجي جدو، عن طريق ناجي جدو في وقت قاتل في الدقيقة 43. النادي الأهلي يتقدم 1-0 ويقلب مصير البطولة. 1-0 للنادي الأهلي على توغل من اللاعب السيد حمدي، يحط الكرة لناجي جدو، هو جدو في المرمى جول. 1-0 تقدم منطقي للنادي الأهلي، 1-0 للفريق القاهري. هنا الكرة الطويلة، هنا الخطاف في الدفاع وراء المدافع الهجري. سيد حمدي يعمل اكسلراسيون، يهرب على الهجري، يحط كرة في طبق والتسديدة ممتازة، ولاعب الخبرة جدو يفتح بوابة التسجيل. إذا 1-0 للنادي الأهلي في الشوط الأول في وقت قاتل. في الفترة الأولى النادي الأهلي يسجل هدف التقدم. الحقيقة روح انتصارية كبيرة لعب بها الفريق المصري في هذه الفترة الأولى في هذا الفاينل. كرة ممتازة جدا، هو ملعوب يشري، يرجع مشكلة للترجي في الوسط، خطيرة برشا، 2-1 وكرة خطيرة، وكرة من وليد سليمان والهدف الثاني. الهدف الثاني لوليد سليمان، الهدف الثاني بعد خطأ كارثي في دفاعات النادي الاهلي اللي نقول يضمن البطولة بنسبة توصل 99%. النادي الاهلي كان افضل من غير كلام، النادي الاهلي كان احسن بكثير اليوم. ترجي الغيابات ذبحته، الغيابات قلقته. وليد سليمان ينحي الكرة للاعب بن منصور، يعمل كرة ممتازة اللي قلت الورقة الجوكير للمدرب البدري، ويسجل الهدف الثاني، يسجل 2-0 للنادي الاهلي. تحب تحكي الان معنويا بدنيا فنيا نفسيا. الكاس يذهب للقاهرة مع هذا الاسرار للنادي الاهلي. هدفين ل0 للنادي الاهلي. هنا الكرة ينحيها بالمنصور، هل كان هناك خطأ ام لا؟ هل كان ممكن الحكم بكر الزواغي في الرواق اليمين اللي تعدى منه الاهلي مرتين ونقطة ضعف وكرة خطيرة وفرصة، والهدف الأول من يانيك، الهدف الأول من الكاميروني. الهدف لو كان في بالي بالطريقة هذه راني حكيت في ال0-0 يانيك، راني حكيت في ال0-0 يانيك. ويانيك نيانك في كرة بوعزي كان اعطيتها لبوعزي راهو حطها وجدي ونتيجة 1-0 للترجي. على كل حال قدر الله وما شاء فعل. هنا كرة، هنا البلالي وهنا وجدي بوعزي، يوسف البلالي يعطي باس والترجي يذل الفارق في الدقيقة 84. الترجي يحتاج إلى معجزة الهدفين، يعني 2-2 كما نذكر قانونيا لا تكفي.